حضرت علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه إن كان علي رضي الله عنه كان يذهب إلى الجماعة للصلاة الفجر. حضرت علي جلمي وهر المجاص به حوشي دركت وجار كين الريقو اختيارك دا البيشيا حضرت علي مالا حضرت علي دوري مالا دوري جامعة بيخنبر وياني قدري للصدمة رجي بلكي بيتر هي. حضرت علي رضي الله تعالى عنه لما جاس به يجي وقتين ندو دريجة ساعتك ونيبة واختيارك كوبالي والدستوي ده بشتاوي طوياية وكتب بيشيا حضرت علي رضي الله تعالى عنه. فلقى شيخ فيها في الطريق يمشي قداميه على سكينة والوقار. ايه اختياري هيدي كوبالي خدابيجي وبشتاوي طوياية ولقوا إنسانك يزعب اختياره. حضرت علي جد البيا حضرت علي رضي الله تعالى عنه في ساء الطريق ويامر رضي الله عنه تكريما له تعظيما لشيبته حتى حان وقت طلوع الشمس. حضرت علي قال يا ربي أب اختياري هكذا بيشيامه أزمة بيشياوي اختياره حياتكم يا رب. قلقوا حضرت علي زابي رسول أكرم شيري خذي تعالى دري علم عالم أنا مدينة العلم وعلي بابها. حضرت علي حيري قل يا رب يزلنا بيشياوي بحرمتية أزلنا بيشياوي لم يجاس بهم المهري يا رب تشيك ايه اختيار جي هيدي تمشي هاي ويش تشكينينا اما دقارو جيرا قرو بابا يتشار بيشش دقا مايا يه اختيار جها بردر يه جامعه حضرت علي نريقو او اختياري هاني نم سلمانا غير مسلم. حضرت علي شو جامعه رضي الله تعالى عنه نريقو واي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام وتمام جماعتها بيغمبر إجا جماعتها بيغمبر ميجاس به زعفو تمام دركوعي دنا تمام دركوعي دنا وقت يقو حضرت علي شو جامعه ونيتا أخواني وكجهار ركوعي رسول أكرم رابوج ركوعي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سجدي. أما جابت شقة هيدا ما يدركوا عيدا دي شاريكا سي شاريكا دركوعات عاليدا بيشتيقوا رسول أكرم سلاف دا فقالوا يا رسول الله صحابي قلت يا رسول خدي لما طولت الركوع في هذه الصلاة ما كنت تفعل مثل ذلك يا رسول الله دي قاسية من بيت المجد كن ما ندي قوت الركوع خولو دريش كيف ركوعك دو دريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركعت وقلت سبحان ربي العظيم دبي وقت شو ما ركوعي ومقول سبحان ربي العظيم جبرائيل عليه السلام هات باسكي قول سر بشتام داني قو بسكنه وباسكي جبرائيل سر بشتامنا إيه جبرائيل جمري قد تعالى تيني أدركوا عيد أمام حتى قو جبرائيل عليه السلام باسكي خوا
سەر پشتامە هلانە ئێگۆ چما گوە نزانم تژمر نەگوت سادە گۆ بسەکنە ئەسەکن وضع جناحه على ظهري وأخذني طويلا فلما رفع جناحه رفعت راسي فقلت لما فعل هذا فقال ما سألته بيخنبر قوم بيجي سؤال نكر شو النافال ما جدمه عليه الصلاة والسلام الصحابي وبيخنبر مذاكرة ذكر جبرائيل عليه السلام والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضر جبريل عليه الصلاة والسلام جبرائيل جمال زاف حزدكي بيرو جايني مليار صلوات لسر بيخمر وسر جبرائيل عليه السلام جبرائيل عاشقه في أمتي أمتا محمد جبرائيل عليه السلام پر حزدكي رسول أكرم قم ويا جبرائيل صحابة بيدعوا المتكن حقيقة للركوع ده زعف ما ويا رسول خدين حضرتي علي وبهات جامية لما جاس به بجماعة بكرة اختيارك نصراني يعني يكي في الله كتب بيشياوي وأكرمه لأجل شيبتي حضرتي علي احترام كر يوي اختياري جبو اختياري ياوي حضرتي علي رضي الله تعالى عنه اختيار إكرام كر احترام كر ندى بيشياوي أما ترسيات يا ربي عجبا المجاس به عجبا أزيبك مناك المجاس به لميش فرزة أما حضرتي علي قد أدبية قد إكرامية قد تعالى أمري مكر يا جبرائيل عليه الصلاة والسلام ذاك حضرتي محمد ركوعي ذا بسكنينا يا ميكائيل تجي دقار وجيب سكنينا بلا هردو بسكنين لاقوا حضرتي علي بكي لما جاس به احترام وقتي يقول يتامروا خديبي وقتي عمل جبو خديبي ودي تعالى كسي بي مكافات ناهي ودي تعالى كسي بي مجازات ناهي إلا مجازات مكافات الديوانان وأن تجزي بمكافات بجنته دي برابو ميكائيل عليه السلام فأمرني الله تعالى أن أخذ في الركوع وحتى يدرك علي صلوات الفجر وهذا ليس بعجيب أثنى عجيبة وأعجب العجائب أن الله تعالى أمر ميكائيل عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الشمس بجناحه حتى لا تطلع الشمس ميكائيل جي دركت باسكي وصر دقار وجي داني قو بسكنين أمري خذي تعالى خذي تعالى زمان سكنان كائنات سكنان بيخنبر سكنان جبو خاطريق حضرتي علي احترام يكي في الله ركر اختيارك نصراني ركر دبي رابو حتى قو حضرتي علي رضي الله تعالى عنه جهاء الميجاس بهم فمن إجلال الله تعالى أن تكرم هؤلاء الثلاثة ذوي الشيبة من أهل الإسلام تكرمه وترحم كبيره وتخاطب خطابا لينا تقضي حاجته تعيينه على النوائب الدنيا تعرف له كبره وضعف قوته وعجزه عن التصارف كل هذه الأمور تكون في فكرك فتعامل ذا شيبة المعاملة الطيبة التي تنام عن رحمة وأدب الحسن خذ تعالى أمري مكر وأم احترامي بكنج اختيارا يك قوة وان شو عقلي وان وكبري ناشغلي أو راوان كيمبو
قالك معاملك بوان بكي دبي معاملة طيبة، معاملة طيبة التي تنام عن رحمة وأدب، أو معاملات قولوا رحمة في ربي. ثانيا من كان حاملا كتاب الله الحمل الشرعي ليس غاليا فيه، إنسان يقول قرآن خوين بيجي احترامه يبكل، فإن الغالي في القرآن يخرج به غلوه عن المنهج والطريق السواه. قرآن خوين يقول دروا بقرآن أخوة سنبخي ويا نجبو خذ يتعالى أخوان دبي ويا بكي وكا سترانا رجع قيامته القرآن دعوة إليه بكي